السلام عليكم، معكم مصطفى فيديو جديد في سلسله تعلم اللغه الانجليزيه بالدارجه. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على واحد الحاجه اللي مشكله واحد العائق، وبزاف ديال الناس ما بغاوش يغوصوا او ينغمسوا في التعلم ديال اللغه الانجليزيه بسبب هذه الحاجه اللي ان شاء الله غندرسها في هذا الفيديو، اللي هي القواعد او الجرامر. هو الاصبع كذا. No! 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 إذن في الفيديو الأول اللي قبل من هذا كنا ذكرنا النقاط الأساسية الثلاث اللي خصنا نعرفوهم إلا بغينا نتعلموا أي لغة، اللي هما القواعد ديال ديك اللغة، ثم المصطلحات الكلمات والمفاهيم، ثم البرونسيشن أو النطق أو طريقة النطق ديال ديك اللغة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نغوصوا أعمق وبطريقة سهلة بطبيعة الحال كالعادة في القواعد ديال اللغة الإنجليزية اللي تيبانوا لك صعاب ومعكسين وفيهم ديك هاف بين هاف دان هاز دان وكذا إلى آخره. تيكون عندك الباكاج كتكون كتفرج في الأفلام والموسيقى، ولكن ملي كتجي انت كتركب جمله مثلا في زمن معين وكتبغي تستعمل القواعد كتلف وما كتعرف شنو كدير، فكتشك في راسك ما كديرش الثقه في راسك. اذا عموما في اللغه الانجليزيه كاين الازمنه، كما اي لغه فيها الازمنه الاساسيه الثلاث اللي كنعرفوهم اللي هما الماضي، اي شي حاجه وقعت البارح هو البارح الساعه اللي فاتت الى اخره. ثم كاين الحاضر، يعني شي حاجه كدار دابا، يعني حاليا كندوي عليها دابا انا كنديرها كنمارسها. ثم كاين المستقبل او الفيوتشر، او يعني شي حاجه غدار، مثلا غدا غنمشي نشوف واحد صاحبي، غنمشي نلعب كره، غنمشي لاصال، مازال ما وقعت، حنا في الحاضر وغتوقع في المستقبل. في اللغه الانجليزيه جاو دوك الناس قال لك ودي لا، احنا ما غنكتفوش بهاد الازمنه الثلاثه فقط، بل غندخلوا لكم شي حوايج جداد اللي هما غنردوا ثلاثه ديال الازمنه الاساسيه، نردوهم 12. كيفاش؟ هزوا كل زمان من الازمنه الاساسيه الثلاث وقسموهم على 4 ديال الصيغ او 4 ديال الصور، وجميل في الامر او الاسهل في الامر ان كاع دوك الصور كيتشابهوا. سالو دير مما يعني ان الصور ديال الماضي كيتشابهوا مع ديال المضارع وكيتشابهوا مع المستقبل. ايزي، عندنا الماضي، عندنا الحاضر، عندنا المستقبل. تقسيمات او الصور ديال الازمنه في اللغه الانجليزيه اللي كينقسم لهم الماضي هو اللي كينقسم لهم المضارع او الحاضر، هما اللي كينقسم لهم كذلك المستقبل. اوكي، غندرسو كل وحده على حده باش تفهم. اذا في اللغه الانجليزيه عموما عندنا 12 زمان، 4 ديال الصيغ في الماضي، 4 ديال الصيغ في الحاضر، ثم 4 ديال الصيغ في المستقبل. دابا اجيو نقسموا هاد الازمنه الثلاثه الاساسيه لدوك الصور اللي تعتبروا القواعد في اللغه الانجليزيه، اللي لا عرفتيهم راه حيدت عليك 70% ديال اللغه الانجليزيه كامله، حيتاش ما يمكنش انك تشوف اي جمله في اللغه الانجليزيه الا وانها في زمن معين، ما يمكنش. اذا الماضي او الباست الصيغه الاولى ديالو هي الباست سيمبل او سيمبل باست او الماضي البسيط، بجوجهم صحيح، يعني سيمبل باست او باست سيمبل. الصيغه الثانيه هي باست بيرفكت اللي كنقولوا بالعربيه او اللي كان بالعربيه الماضي التام. الصيغه الثالثه هي الباست كونتينوس او الماضي المستمر، يعني ماضي مستمر. الصيغه الرابعه والاخيره هي past perfect continuous أو الماضي التام المستمر. كول نفس الشيء بالنسبة للبريزنت أو بالنسبة للحاضر، present simple ولا simple present أو الحاضر البسيط أو المضارع البسيط، present perfect المضارع التام، present continuous المضارع المستمر، ثم present perfect continuous المضارع التام المستمر. نفس الشيء بالنسبة للفيوتشر أو المستقبل اللي هو future simple المستقبل البسيط، future perfect المستقبل التام، future continuous المستقبل المستمر، ثم future perfect continuous المستقبل التام المستمر. هادو هما الازمنه ال 12 اللي كاين في اللغه الانجليزيه، او الصور ال 12 اللي كينقسموا لهم الازمنه الثلاث الاساسيه في اللغه الانجليزيه. دابا اجيو نفهموا كيفاش غادي ندير باش نفهم هاد الازمنه، هما كثار، هما 12، شنو غنستعمل، علاش انا غنستعمل هذا وعلاش ما نستعمل هذا فوق هذا، وعلاش هذا اللي غندوي به الى اخره. دابا غادي نشرح لك الطريقه اللي غدير مع هاد الازمنه باش تفهمهم، لان ان شاء الله جايين فيديوهات اخرين اللي غادي نشرح فيهم كل زمان بوحدو على حده. دابا جيب غير ورقه وستيلو باش غير تفهم كيفاش كل زمان غادي نديروا ليه باش نفهموه بوحدو، باش ان شاء الله شويه ديال المراجعه والبراكتيس والممارسات تلقى راسك في سيمانه تقريبا كملتهم كاملين ب 12. اذا ناخذ مثلا اول زمان اللي ذكرنا هو الباست سيمبل، او ناخذ المضارع البسيط البريزنت سيمبل، هو الزمن الاكثر استعمالا. ناخذ البريزنت سيمبل المضارع البسيط، كل زمان فات 12 ناخذ مثال بالبريزنت سيمبل باش نعرف او باش نفهم كل زمان خصنا نعرف عليه 3 ديال الحوايج فقط، 3 ديال الحوايج. اول حاجه القاعده ديالو سافو مناش تكون، يعني واش تكون من فاعل فعل مفعول به ثم فاعل
وفعل، والفعل في الصيغه ديالو الاساسيه ولا مصرف في الماضي ولا مزيده ليه اس ولا ما كاينش فيه اس الى اخره. سافو دير هاد الشيء غادي نتعمقوا فيه ملي غنشرحوا كل زمان بوحدو. دابا كنشرح لكم يعني البيسكس او الاساسيات باش تفهموا كيفاش غنخدموا مع كل زمان بوحدو. داكوغ. ثاني حاجه هي الاستعمالات ديالو. مثلا البريزنت سيمبل الاستعمالات ديالو هما تيدوي على الحقائق، يعني شي حاجه حقيقيه بديهيه. مثلا water boils at 100 سلسيوس، يعني الماء يغلي في درجه 100، يعني في درجه 100 ما كيغلي. هذه حقيقه حتى واحد يعني ما يقدر ينكرها وكلشي شي يعرفها. فالمضارع البسيط او البريزنت سيمبل كنستعملو باش ندوي على الحقائق. قلنا الحقائق ثم الروتين، الحاجه الروتين يعني الحاجه اللي كتعاود ديما يعني يوميا اسبوعيا شهريا سنويا كنستعملو كذلك البريزنت سيمبل. بحال على سبيل المثال I drink coffee every morning، يعني كنشرب القهوة كل صباح. every morning سافو دير كل صباح. فهنا استعملت البريزنت سيمبل حيتاش دويت على واحد الحاجة روتينية كتعاود، يعني الاستعمال ديال الحقائق والحاجة اللي روتين. كذلك بعض المرات المواعيد، مثلا the movie starts at 7 p.m. tomorrow. هنا واخا قلت tomorrow اللي هي المستقبل استعملت البريزنت سيمبل. the movie starts الفيلم غادي يبدا، لان هذا موعد ديال شي حاجه، يعني ماشي شي حدث بسيط غيوقع في المستقبل الا انه هو موعد ديال الفيلم. بحال قلتي مهرجان غادي يحل مع 12، المغازه ديال الساعه اللي غتحل مع 4. هاد الجمل مثلا the market opens at 6 p.m. 6 a.m. in the morning، يعني غادي يحل مع 6 ديال الصباح. مثلا هذا موعد كنقدروا نستعملوا فيه البريزنت سيمبل. قلنا الاول حاجه باش نعرفوا الزمان، قلنا القاعده ديالو ذكرنا اشنا هي، ثم الاستعمالات ديالو، ثم ثالث حاجه هي صيغه النفي والسؤال في ذاك الزمن. فكل زمن في اللغه الانجليزيه ما فيش فقط الجمل اللي بوزيتيف او الافيرماتيف، يعني الايجابيه فقط. مثلا I drink coffee every morning، يعني كنشرب القهوه مع الصباح. نقدر ما نكونش كنشرب ديك القهوه، فالا بغيت ننفي انني ما كنشربش القهوه، هذه هي صيغه النفي ديال داك الزمن ديال البريزنت سيمبل. يعني خصنا نعرف عليه صيغه النفي صيغه السؤال. ف I drink coffee every morning باش نفي هذه الجمله I don't drink coffee every morning. don't هنايا جات فعل مساعد، الشيء اللي غنعرفوه اكثر ملي غادي نذكروا، ملي غادي ان شاء الله نمشيو للفيديوهات اللي كندوي فيهم على كل زمن معين نحللوه، غادي نشرح شنو هو فعل مساعد واساسي. هذا فقط مثال. I don't drink. drink هو الفعل الاساسي في الجمله. don't هي الابريفيشن او التقليص ديال do not. I do not drink coffee every morning. فدو هنا فعل مساعد ثم حرف النفي not، ثم كتجي صيغه السؤال ديال ذاك الزمان اللي فيها داك الفعل المساعد اللي دخلنا في صيغه النفي اللي هو دو باش يلفي لينا الفعل مع حرف النفي not do not. غنرجعوا الفعل المساعد مورا الضمير. فهنا الضمير هو انا. I drink coffee every morning هو انا اللي هو ضمير الفاعل I. غنرجع الفعل المساعد do مورا الضمير. Do I drink coffee every morning مع علامة استفهام في الآخر. هذه هي صيغة السؤال ديال هذا الزمن اللي هو البريزنت سيمبل أو المضارع البسيط. فثلاثة ديال الحوايج اللي قلنا خصنا نعرفهم على كل زمان من دوك 12 اللي ذكرنا في الأول باش نفهموهم مزيان ونمشيو معاهم دقة دقة. هي القاعدة ديالو أو مناش مكون، علاش كيدوي أو الاستعمالات ديالو، ثم صيغة السؤال ديالو وصيغة النفي اللي يلاه ذكرنا دابا. نتمنى أن الشرح ديال الأزمنة في اللغة الإنجليزية أو القواعد بصفة عامة في اللغة الإنجليزية تفهم لك في هذا الفيديو هذا، يعني ما بقاش تيبان لك بديك الطريقه الصعيبه بحال شي جبل بحال شي حاجه امبوسيبل انك تفهمها، باش تعرف بان اللغه الانجليزيه والقواعد ديالها فقط عباره عن 12 زمان، وكل زمان بوحدو عنده طريقه باش نفهموا اللي هي القاعده ديال الاستعمالات ديالو ثم صيغه السؤال والنفي ديالو. كيف نعرفوهم ان شاء الله غنعرفوا كيفاش نستعملوه، غنوليو نشوفوا جمله ونعرفوا اين زمان فاش نصرفها الى اخره. ففي الفيديوهات الجايه ان شاء الله كل فيديو غادي يكون تيهضر وكيشرح زمن بوحدو على حده بطريقه سهله، القواعد ديالو الاستعمالات ديالو نعطيو عليه امثله وتفهم مزيان 100% ودخل لك الراس، وما تبقاش تلقى صعوبه في انك تعرف كيفاش تكون جمله او تفهم جمله الا كانت في زمن معين في اللغه الانجليزيه من دوك 12 اللي ذكرنا. النهايه ديال الفيديو وصلنا ليها. كان معكم مصطفى. See you in the next video and stay sharp.